السلام عليكم خوتي المغاربة. يوم جديد، مواضيع جديدة للنقاش. الموضوع ديالنا اليوم هو ماذا قال الرئيس الإسباني سانشيز. عندي واحد المقال ضروري خاصني نقراه، وغادي نديرو واحد التحليل سريع باش نعرفو هاد الخرجة اللي دار الرئيس الإسباني في هاد الظرفية الزمنية، خاصة في العلاقة الإسبانية المغربية بعد التصريح ديال وزيرة الدفاع الإسباني. ما علينا. سانشيز: المغرب حليف أساسي لأمتنا، يحمي القارة الأوروبية من تدفقات الهجرة. جدد الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء التأكيد على أن المغرب حليف استراتيجي للمملكة الإسبانية، مشددا على اقتناعه بأن الإطار الجديد للعلاقات بين البلدين في صالح البلاد الإيبيرية. سانشيز الذي يمثل اليوم أمام أعضاء الكونغرس الإسباني في جلسة عمل قال: المغرب بلد صديق ضروري للتنمية الاقتصادية لإسبانيا وبوابتنا إلى إفريقيا، وحليف أساسي لأمتنا لأمننا وللهجرة المنطقة في بلادنا والقارة الأوروبية. ذكر الرئيس الإسباني بانخفاض الهجرة غير نظامية عبر الطريق الأطلسية نحو جزر الكناري، إلى جانب تراجع نسبة وصول المهاجرين غير نظاميين إلى مدينتين سبتة محتلتين. نكتفي بهذا القدر هذا. كنا كنعرفوا الأحداث الأخيرة اللي وقعت بين المغرب وإسبانيا، وشفنا في رمضان اللي فات الحضور ديال الرئيس الإسباني والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء وبقضية أو ب يعني الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فشفنا العلاقات رجعت للطبيعة ديالها، شفنا الاجتماعات اللي داروا، شفنا دوك رجال الأعمال اللي كانوا جاو عندنا، شفنا الصفقات اللي تم يعني الإمضاء عليها من كلا الجانبين. ولكن من بعد ولينا كنشوفوا تصريحات أحادية الجانب. حنا كنعرفوا بأن الانتخابات الرئاسية قربت، وانه من دروكا كيبداو يعني دوك النخب السياسيه اللي بغات ترشح للرئاسه مثلا في اسبانيا كيبدا يلعبوا على هاد الاحداث الوقائع الاخيره اللي وقع ما بين المغرب واسبانيا. القضيه هو انه الرئيس الاسباني كيحاول ما امكن انه يخلق ديك الصوره الجميله، وانه عوده العلاقات مع المغرب ستكون في صالح اسبانيا، وبانها تساهم كثيرا في خفض او ان معدل المهاجرين، يعني هو كيهضر هنا كيهضر على القضيه ديال الهجره. ولكن محور الموضوع بين اسبانيا والمغرب اكبر من ذلك، لان اسبانيا دروكا كتعتبر المغرب هو ذلك البوابه الى افريقيا، وتعتبر كذلك بان المغرب هو يعني داك بحال قلتي هذيك الروح ديال الاقتصاد ديالها. لولا المغرب لن يكون لإسبانيا أي اقتصاد. فما عليناش. مؤخرا سمعنا التصريح ديال وزيرة الدفاع الإسبانية، بعد ما سمعنا يعني التصريح ديال مسؤول برلماني مغربي قال فيه بأن سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان محتلتان. وهذا هو واقع الأمر والواقع الجغرافي. يعني الجغرافيا هنا كتقول بأن سبتة ومليلية مغربيتان. صبونيون راه ياكل يعني خلف حوض البحر الابيض المتوسط، والمغرب راه كاين في الجنوب ديالو. فاذا في هذه الحاله هذه الجغرافيه تؤكد على ان سبته ومليلية مغربيه. جاء الجواب من وزيره الدفاع الاسباني اللي كتهضر بواحد الصيغه ديال زعما ديال انه سبته ومليلية مدينتان اسبانيتان وبقوه السلاح. المغرب ما كيجاوش يعني على هاد الانواع ديال التصريحات بواحد الطريقه اللي يعني نقدروا نقولوا عليها يعني آنية لحظية. يعني نقدروا نقولها بحنا خرجت وزيرة ديال الدفاع قالت داك التصريح غيجاوبها المغرب في البلاصة. لا يمكن، المغرب ما كيجاوبش بهذيك الطريقة، وخاصة مع الدول او كما مع مثلا بحال دابا اسبانيا اللي هي عادوا الحقيقيه انها عادوا، هذه هي الصراحه. ولكن كنتعاملوا معهم، يعني كيتعاملوا معنا وكنتعاملوا معهم. هما كيحسبونا عادوا وحنا كنحسبوهم عادوا، ولكن كنتعاملوا في العلاقات التجاره والاقتصاد وهذا. ولكن الامور السياديه
لا يتم التراجع عنها إلا بطرق أخرى، يعني طرق مختلفة غير تلك القضية التي تتعلق بالتجارة والاقتصاد، يعني إمضاء الاتفاقية داكشي لا. ففي هذه الحالة هذه المغرب ما جاوبش وزيرة الدفاع ديالهم، ولكن كان الجواب أمريكيا. كيفاش أن الجواب كان أمريكيا؟ كان عن طريق الصفقة ديال السلاح اللي حصل عليها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي صفقة ديال آخر التكنولوجيات العسكرية الحربية والصواريخ المضادة. ففي هذه الحالة هذه إسبانيا ملي شافت هاد الصفقة ديال السلاح مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي داك النوعية ديال السلاح ما عندهاش هي، هنا تأكدت إسبانيا بأنه لا مجال لاستفزاز المغرب بحال دوك التصريحات. يعني داك التصريح اللي دارت وزيرة الدفاع الإسباني بحال دارتو في فراغ خاوي، يعني ما عنده حتى شي قيمة نهائيا مقارنة مع الواقع اللي كيفرض راسو اليوم. هو هاد الصفقات ديال السلاح والتكنولوجيات المتطورة، والمغرب دخل نادي دول الصناع للسلاح. فالإشكالية الكبيرة اللي كتوقع عند الدول مثلا اللي في المحيط ديال المغرب كاملة، الإشكالية اللي عندها هو أنهم ما تيعرفوش نوعية السلاح اللي كاين عند المغرب. المغرب ما عمرك غادي تشوف المغرب كيدير لك استعراض عسكري نهائيا. المغرب ملي كيبغي يدير استعراض عسكري كيدير استعراض فولكلوري، ما كيديرش داكشي نتاع كيبين لك شنو عنده الامكانيات اللي عنده، كيبين بحال داكشي اللي كدير الصين والولايات المتحده الامريكيه ولا كيديروا مجموعه ديال الدول. كيديروا استعراض وكيخرجوا لك، يعني كيخرجوا لك السلاح نتاعهم باش كيبغيو يرعبوا العالم، زعما كيبغيو يرعبوا الاعداء ديالهم. المغرب عنده الطريقه ديالو خاصه، وكنعتقد بانها الدوله الوحيده في العالم اللي غاديه في هذا الاتجاه وغاديه بهذه الطريقه هذه منذ زمان طويل. هو ان المغرب ما عمرو تعطي لك اشنو عنده. المغرب ما عمرو كيدير الاشهار الاسلحه اللي عنده نهائيا. راه المغاربه راه كلهم تعرفوا واحد الطريقه كيديرها المغرب ملي كتكون شي حاجه عندها علاقه بالسلاح. راه المغرب عنده واحد الطريقه ديالو سبيسيال كيديرها. غالبيه الساحقه المغاربه، ماشي غادي نقولوا ماشي المغاربه كاملهم، يعني المدن اللي عندها علاقه بالمجال العسكري هما تعرفوا ديك الطريقه بزاف. فاذا القضيه باينه. غادي نمشيو لواحد واحد المسؤوله، واحد البرلمانيه يمكن في يعني كتنتمي لشي حزب. هذه مسؤوله سياسيه في اسبانيا خرجت بتصريح كتقول فيه بانه سوف اتراجع عن القرار الذي اتخذه سانشيز في علاقته مع المغرب. بمعنى اي انها بغات تتراجع على الاعتراف الاسباني بالسياده على الصحراء المغربيه. وهذا الشيء حنا تنقولوه علاش كنبغي نقولوه؟ لان هنا كاينه لعبه سياسيه داخليه في اسبانيا، لان الانتخابات قربت. وهذه القضيه كنت دويت عليها شحال هذه ياك، ولكن نعاودو نقولوها. اللعبه السياسيه الداخليه الاسبانيه كما ايها الدول، كلشي الدول عندهم اللعبه السياسيه ديالهم، يعني الاحزاب بيناتهم، يعني الرؤساء ديالهم يعني كيلعبوا ديك اللعبه على اساس الاستيلاء على السلطه. شكون اللي غادي يوصل مثلا انه غادي يتحكم ولا غادي يولي على راس الحكومه، يعني اللي غادي يشد الحكومه تاع ديك البلاد. فهادو التصريحات كيجيو في واحد الظرفيه زمنيه حساسه، فين انه قربوا الانتخابات في اسبانيا. هاد السيده بغات ترشح للرئاسيات، عادي جدا انها خاصها تضرب سانشيز، لان كاينه واحد النسبه في اسبانيا ما بغاتش داك الاعتراف بالسياده المغربيه على الصحراء المغربيه ديالنا، سواء اعترفوا ولا ما اعترفوش في هذيك الصحراء المغربيه. ولكن حنا كنمشيو مع داك المسلسل الاممي اللي تيقول لهم بوريطه دائما. فكاينه واحد النسبه اللي ما كتبغيش هاد الهضره هادي، ما كتبغيش الاعتراف. كيبان ليها بحال يعني انه الاعتراف الاسباني هو ضعف امام المغرب، وهذه هي الحقيقه الثابته. هادشي اللي كاين، هذا هو الواقع دروكا اللي كاين، هو ان راه اسبانيا دوله ضعيفه مقارنه مع المغرب حاليا، وان اقتصاد اسبانيا مرتبط بالمغرب. فهذا التصريح اللي قالته هذه الوزيره، هذه المسؤوله هذه، هو تصريح داخل في اطار اللعبه السياسيه والاستعداد للانتخابات الرئاسيه.
بالاضافه ما نساوش واحد القضيه، هو انه كاينين الاعداء ديال المغرب اللي كنعرفوهم اللي هي الجزائر مباشره، ياك؟ غادي يلتقطوا مثلا هاد السيده هادي، هاد المسؤوله السياسيه اللي قالت هاد التصريح هذا، على اساس انهم غيبغي يتقربوا ليها ويبغي يدعموها وزايد عليها، وانهم هنا غيطيحوا في الشرك، يعني هنا غيطيحوا في المصيده ديالها، انهم غيدعموا لها الحمله الانتخابيه ديالها. وفي اخر المطاف لن يكون هنالك تغيير على مستوى هذا القرار ديال السياده المغربيه حول الصحراء المغربيه، لانه وبكل بساطه هذا قرار سيادي جاء من داخل القصر الاسباني، من عند خوان كارلوس، ماشي من عند سانشيز. لان سانشيز دائما اقولها واكررها، كل الدول عندك حكومة الظل وعندك الحكومة اللي كتكون في الواجهة، واللي كيتحكم هي حكومة الظل، يعني القرارات السيادية. شنو هما القرارات السيادية؟ القرارات السيادية هما القرارات المصيرية الكبرى اللي كتلعب فيها على المصير ديال الدولة ومصير ديال الأمم، فما يمكنش هنا تلعب. هادو هما اللي كيتسموا القرارات السيادية. فالاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الصحراء هو قرار سيادي جاء من طرف الدولة العميقة لإسبانيا اللي فيها الملك خوان كارلوس، هذا اللي كيحكم دروكا إسبانيا. اما السياسيين الاخرين اللي تيقول لك سوف نتراجع، سوف، هادوك تيقولوا هكاك فقط من اجل اللعبه السياسيه ومن اجل جلب الاصوات وجلب الناخبين. ملي غيطلع مثلا هاد المسؤوله الحزبيه دابا اللي قالت هاد التصريح هذا، ملي غادي تطلع تولي هي الرئيسه ديال اسبانيا، ما تقدرش تراجع على داك القرار. هي لعبات عليه باش طلع تولي رئيسه، ولكن ما تولي رئيس ما تقدرش تراجع عليه، لانه كتعرف بان القضيه اكبر من مجرد اعتراض. القضيه هو انه شريان الاقتصاد الاسباني والتجاره الاسبانيه في يد المغرب. فإلا جيت تلعب مع المغرب هذا اللعب هذا، كن على يقين بانه راه البدايه ديال الانهيار ديال اسبانيا. وحنا كنشوفوا المعاناه اللي طيحه فيها حاليا اوروبا، وخاصه من الدرجه الاولى فرنسا. فاسبانيا كتشوف الجاره الشماليه ديالها اللي هي فرنسا، وكتشوف اشنو واقع فيها، فما يمكنش هما غادي يجيو غادي يخلقوا ازمه لراسهم مع المغرب. ونعطيو حنا مثال واحد كنقولوه دائما، هو القضيه ديال الصيد البحري في المياه المغربيه. لو ان المغرب يوقف اتفاقيه الصيد البحري، كونوا على يقين بانه اول من سيركع للمغرب هي اسبانيا دائما. وداك ديما كتشوف اسبانيا فيما كينوض شي قرار يعني في البرلمان الاوروبي ولا في المحكمه النهب الاوروبيه، كتشوف بانه دائما اسبانيا هي ديك الدوله اللي كتنوض كتجري لعندهم وكتبقى كتدافع على المغرب. هنا ماشي كتدافع على المغرب، انما تدافع عن مصالحها اللي كاينه مع المغرب. فاذا مثل هاد القرارات او مثل هاد التصريحات هادو اللي كنسمعوا عند الساسه ديالهم، راه عينا ما نسمعوا من حزب بوديموس، وعينا ما نسمعوا من عند حزب فوكس، عينا ما نسمعوا عندهم تصريحات، في اخر المطاف لم يكن هنالك اي تغيير نهائيا. انما التغيير اللي كاين هو ان العلاقه الاسبانيه غاديه يعني وكتزيد في النسبه ديال الاقلاع ديالها. كنعتقد بانه اليوم حاولت ما امكن ندير فيديو قصير نهضروا على هذه القضيه ديال التصريح ديال سانشيز وهذيك المسؤوله الحزبيه في البلاد ديالو. هضرنا على هذا الشيء. كنقول لكم شكرا جزيلا لكم على المتابعه ديالكم. الناس اللي كيشوفونا اول مره كنتمنوا انكم تشاركوا معنا في القناه، والناس اللي كيدعمونا دائما كنقول لكم شكرا جزيلا. السلام عليكم، نتلاقاو غدا ان شاء الله.